تعرف ان في شخصيات مختلفه لشات جي بي تي؟ كل شخصيه بتحاول ان هي توصلك لحاجه معينه او ليها طريقه رد معينه او نبره مختلفه. علشان تختار الشخصيات دي انت محتاج تدخل على الاعدادات ثم تخصيص ثم النبره والصوت الاساسي. لما بتختار منها بتلاقي تقريبا 8 شخصيات اساسيه وتقدر كمان تغير فيهم زي ما انت عايز. كل شخصيه من الشخصيات دي ليها عيوب ومميزات. كل العيوب والمميزات تقدر تعرفها لما تسال شات جي بي تي وتقول له الشخصيه كذا مثلا ايه عيوبها ومميزاتها، واختار بناء على هذا الاساس. ولكن خد بالك وانت بتتكلم مثلا شخصيه زي الشخصيه الاحترافيه ممكن تكون ممله شويه، لو بتتكلم مثلا الشخصيه الموجزه اللي هي بتحاول ان هي تبقى دقيقه جدا ويعني مثلا بتلخص المواضيع، هتلاقيها مثلا مش بتجيب لك كل التفاصيل. حاول اختار الشخصيه دي بعنايه عشان خاطر هي بتاثر على طريقه رد شات جي بي تي وممكن تريحك من حاجات كتير جدا. هنتكلم في الفيديو الجاي ازاي تختار شخصيه معينه وكمان تخصص تعليمات معينه يرد بيها شات جي بي تي علشان توصل لافضل رد ممكن وبسرعه بدون اي مشاكل.